ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، واهلا بيكم في فيديو جديد، وصفة جديدة من وصفات ام الدنيا. النهاردة هنعمل مع بعض الترمس السريع اللي تعمليه وتاكليه في نفس اليوم. طبعا انا عندي ولادي بيحبوا الترمس جدا جدا، وقلت بدل ما يشتروه من الشارع لا انا اعمله في البيت بطريقتي وبسرعة. يعني مش لازم تجيبيه وتنقعيه اسبوع وكل يوم تغيري له المية عشان ينزل مرارته. الكلام ده كان زمان. دلوقتي الترمس السريع او الترمس الحلو هتعمليه وتاكليه في نفس اليوم. ويلا بينا نشوف الطريقة. معايا حوالي نص كيلو ترمس حلو او ترمس سريع. هنجيبه وننقيه ونتخلص من اي شوائب فيه، ترمسية غامقة مسودة، يعني هننقيه كويس وهنغسله حلو قوي قوي مرة واتنين وتلاتة، زيه زي اي بقوليات بنجيبها ونغسلها، لانه انتوا عارفين القشرة بتاعت البقوليات بتبقى مليانة حاجات مش كويسة يعني، فبيتغسل كويس جدا جدا. وبعد كده في بولة كبيرة هننقعه وبنزود له المية كتير قوي. انتوا شايفين هنا الترمس طبعا كميته صغيرة قوي بالنسبة للمية المنقوع فيها، احنا بنكتر المية قوي. وشايفين ميته رايقة وصافية ازاي، ده عشان اتغسل كتير قوي. وبنسيبه في المية يا جماعة من بالليل للصبح او من الصبح لبالليل، يعني تقريبا من 8 ل 10 ساعات عشان ما ياخدش معاكي سوا. هنا انا سبته من بالليل للصبح، والصبح على طول غسلته تاني من مية النقع بتاعته وحطيته في حلة، وحطيت عليه مية برضو بكمية كبيرة. لازم المية تبقى مغطياه كتير قوي عشان مش كل شوية هزود له مية، لا حطيته في حلة وحطيت عليه كمية مية كتير، وولعت عليه البوتاجاز على نار متوسطة، وغطيت الحلة بس مش بشكل كامل، بسيبها مواربة شوية كده عشان ما يفرش مني على البوتاجاز او يطفي عين البوتاجاز. هنا بعد ما اتسلق شايفين طبعا لونه اتغير واداني اللون الاصفر الحلو بتاع الترمس. وبعد ما اتسلق برضو شطفته مرة كده تحت الحنفية. وهنا هبدأ أعبيه في البطرمان ده، عندك بطرمان إزاز، عندك بطرمان بلاستيك أو علبة بلاستيك اللي موجود عندك. هنا هحط كمية في البطرمان وكمية هعمل لها المية بتاعتها اللي هي بتبقى موجودة عند بتوع الترمس. هنا حطيت معلقتين ملح، وهحط في البطرمان كمية مية أنا غلياها في الكتل وسبتها لما تبرد. دي ليه بقى؟ عشان الترمس ما يعملش ريم أبيض، ولو قعد معاك كتير في التلاجة مفيش مشكلة، هيفضل زي ما هو. يبقى مية مغلية وسبتها تبرد، زودتها في البطرمان وزودت ملح بس مش أكتر من كده. وهحط فيه كمية الترمس اللي هشيلها في البطرمان في التلاجة. هملى البطرمان مش لاخره قوي، وده هيفضل في التلاجة. سيبيه اسبوع، سيبيه اسبوعين، مش هيحصل له اي حاجة عشان المية المغلية قبل كده، وعشان الملح هيحفظه. وفي كمية تانية انا هعملها بالصوص زي بره بالدقة الحلوة. دي علبة بلاستيك، دي اللي هستعملها بره التلاجة، مش هحطه في التلاجة، لا هسيبه بره التلاجة وهعمل له الصوص او الحياء اللي انتوا شايفينه ده. هنا بحط معلقة كبيرة بابريكا عشان ياخد اللون الاحمر الحلو، ودي نص معلقة شطة اختياري، لو عايزينه سبايسي، مش عايزينه بلاش الشطة. وملح وكمون، بس ما نكترش الكمون قوي عشان ما يمررش الترمس معايا. وبعد كده هزود له مية عادية بقى، مش لازم مية مغلية قبل كده. وهنقلب الخليط ده كويس قوي بالشكل ده. هنقلب الخليط ده عشان كل المكونات تدوب في المية، الملح بالكمون بالبابريكا بالشطة. ولسه طبعا مش هعصر الليمون دلوقتي، الليمون هعصره لما اخلص. كده المكونات كلها دابت معايا في المية.
هزود بقى الترمس، بزود الليمون زي ما قلت لكم اخر حاجة. بعصر ليمونة 2 3. الليمون طبعا بيديله طعم حلو قوي قوي، وكل ما الترمس اللي احنا عاملينه بيقعد في الدقة دي بياخد طعم حلو قوي، بيشرب منها وبيبقى طعمه حلو جدا. انا عصرت هنا ليمونتين، وممكن تحطي كمان شرايح ليمون. انا هنا حطيت ليمون بس، عصرت حوالي زي ما بقول لكم، عصرت حوالي ليمونتين كبار. وهنا هزود كمية الترمس. انا قسمت النص كيلو، نص الكمية حطيتها في بطرمان بملح في التلاجة، وده النص التاني عملت له التتبيلة اللي انتوا شايفينها دي. بس كده، هو كده مش محتاج اي حاجة. هتغطي العلبة وهتخليها عندك خارج التلاجة يوم 2 3 اسبوع، مش هيحصل لها اي حاجة ولا تعمل ريم ولا الكلام ده. ودي الكمية اللي حفظتها في محلول ملحي، ودي من العلبة اللي انا عملت لها التوابل زي ما انتوا شايفين. طبعا حاجة بزودها مية زي ما تحبوا. انا عندي ولادي بيحبوا المية دي جدا، بيحبوا يشربوها. احسن ما تجيبي من بره، وانضف واوفر قوي. الكوبايه بتبقى صغيره قوي، عندي بيجيبوها ب5 جنيه، ما فيهاش يعني كميه صغيره قوي. لكن هنا النص كيلو ما شاء الله عمل معايا كتير، يعني النص كيلو هيعمل معاكي كميه حلوه قوي قوي قوي. بس كده يا جماعه، وكده خلصت وصفتنا السهله البسيطه. اتمنى تكون عجبتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.